ادوس وارجع تاني يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الاستاذه فاكراني استاذه اسمها هي طبعا رحمة. طبعا يا فهد. استاذه رحمه، عامله ايه؟ الحمد لله بخير، انت ايه الاخبار؟ الله يبارك فيك. الاستاذ ده أنا اسمه عمرو، ايه؟ أنا عمرو يا أبو فهد. حبيبي يا استاذ عم، انت حضرتك بتعمل كوره وليه؟ لا أنا بقى أنا كاتب. ده شاعر كاتب ايه؟ كبير. يعني بكتب لسه ما أشعار. اتجوزتش ولا ايه؟ لا مش كاتب كتابي، كاتب إيه ده؟ إيه ده؟ كاتب لا مؤاخذه، يعني بتكتب لا حاجات ولا وحاجات. مؤلف. بتألف على مين؟ بقى لا بقى إيه ده؟ لا مش على حد، بألف للناس للدنيا. حضرتك يعني زي اللهم صل على سيدنا محمد اللي بيعملوا الافلام والحكاوي دي. بس شعر بقى، أشعار. مش عارف ايه يعني انت حضرتك، انا لا مؤاخذه، انا النية اللي عاملك بتقول حاجات على الكوره يعني وكده. عشان دي أنت فاكرني محلل معلق؟ محدد ايه؟ مش محدد ايه يعني يا معلم. انت بيه انت بتاخد الكلام تترجمه حرفي ليه؟ انا بقول لك انا معلق، فاكرني معلق على الماتش الساده المشاهدين. ايوه زي الاستاذ الباقي بتاع لا اللي بشوفه. لا يبارك فيه. لا هو انت حضرتك من مصر يعني؟ انا من مصر عادي. أنا عندي سؤال بس معلش، هو حضرتك دولي؟ دوري ايه؟ لا دوري ايه؟ انا مش عارف، انت حاصرني في الكوره يا استاذ. حضرتك دولي؟ انت كاتب ابو فهد الدولي. ده ود اخويا اللي كاتبها لي. هو شايفك دولي، شايفك حاجه جامده يعني. هو عشان انا كنت في السودان، وراحوا رحلوني يومها، يعني جابوني مصر، ورحت انا مش بحب اقعد في البلد يعني، رحت بعد كده ليبيا برضه، راح مسكوني ورحت رجعت تاني مصر. فبقيت دولي. دوليه يا ابوي، انا كنت مقضيها مسلسل ويقعدوا يودوني ويجيبوني كعب داير، ربنا ما يكتبها على حد. يا حبيبي ربنا يبارك لك في حياتك ويخلي لك فهد يا رب، وتبقى احسن حال دايما. فهد مين؟ فهد العتيبي، ربنا يخلي لك فهد العتيبي. يا بيه انت اسمك ابو، هو انت الاكونت ده ناتشو؟ هو انت الاكونت؟ هو كاتب ود اخويا ده اصلا مرزي يعني، عيل مفتح يعني، هو في الكليه، ربنا يرجعه بالسلام. يعني هو شايف ان انت ابو فهد والدولي وانت مش دول اصلا. طب ما انت ما تتدخل في الاكونت، اكتب جنبه حتى 1980، اكتب اي حاجه جنبه. تأيد ايه؟ انا ابو فهد والله اتشرفت بيك واتبسطت جدا. طالما احنا بقى ايه، انا حاسس ان احنا مش قادرين نتواصل انا وانت، بس انا هضيفك، انت هتضيفني واضيفك. اجي مصر يعني؟ لا مش هضيفك. امال ايه يا محمد انت حضرتك لو عايز تاجي الاقصر على راسي من فوق. انا الاقصر دي اهلها فوق دماغي. الله يبارك فيك. انت من وين حضرتك؟ انا من القاهره يا حبيبي. من مصر يعني؟ من مصر ومن الدنيا. الله يبارك. بعيد من رمسيس؟ قريب. انا كنت هناك في اللهم صل على سيدنا محمد. عارف المرج انت؟ عارف المرج. كنت جيشي هناك في حته اسمها الجبل الاصفر. الجبل الاصفر ده حاجه منطقيه جدا، هم ليه مسمينه الاصفر؟ ما يقولوا الجبل وخلاص، ما هو كده اصفر. ده هناك، ده انا بعد ما رحت هناك انا قالوا لي هتترحل هناك على الجبل الاصفر. انا قلت عامل هروح الاقي جبل اصفر لونه كده، لقيتها بيوت عادي يعني ومساكن وحاجات. وطلع في جبل تاني اسمه جبل الاحمر بيودوا بيه برضه كتائب تاني. انا اعرف الجبل الاخضر اللي هو في جنبه عند نادي المقاولين، اللي في نادي المقاولين. ما رحتش مقاولين يا ابوي، انا كنت في الجيش. مقاولين ايه؟ لا مش مقاولين، هم مش ايه ده؟ ايه الطريقه دي؟ لا مش مقاولين بيشيلوا، لا مقاولين هم اسمهم نادي المقاولين، هو اسمه كده، هو النادي اسمه كده. نادي يعني بيجيبوا بتوع المحاره والحاجات دي؟ لا نادي يابا، بيلعبوا على الكوره، بيلعبوا كوره باصي شوت. ما كنا نلعب، انا كنت شغال في شركه بشيل طوب نايف في لحظه الونسه يعني، نلعب كوره عادي. لعيب كوره انت يا ابوي؟ مش انا لعيب كوره يعني، بدل ما نقعد كده بتسلي نفسك بنقوم يعني نلعب كوره، نلعب سيجه معانا ضمنه كانت كده يعني في الجبل، هنتونس بيها سلو. طب انت انت جيت اسمع، الاقصر قبل كده؟ جيت مره واحده. لا تشرفنا تاني يا باشا، تشرفنا، نرحب بيك في اي وقت ان شاء الله، والله العظيم اتشرف طب انا اقول لك يا ابو فهد، يعني انت ابو فهد فعلا؟ هو شهره يعني كده بيقول نادوني بيها على طول. شهره ماشي. انا اخوك انت عمرو حسن. حضرتك يعني مؤاخذه شغال ايه؟ انا عندي محل شامبو، ببيع شامبو. بتاع ايه الشامبو ده؟ بتاع ايه يعني؟ الشامبو بتاع الشعر اللي بيغسلوا بيه الشعر يا ابو فهد. حلاق لا مؤاخذه ولا ايه؟ حلاق ما شاء الله. انا حلاق ابن يوسف الثقفي. ما شاء الله. اما ده احنا عندنا واحد، عندنا حلاق بيمين ما تاكل قدامه العيش.
ده بدي عارف بدي 50 جنيه مستقللها، بيقول لي قال البنزين اول امبارح حتى ايه ما رايك ما رضيت احلق، دخلت يقول لي قبل ما تحلق ال 50 جنيه بقت 70، ليه ما حيحلق لي بمكنه نجيل يا مال البنزين ومال الكهرباء. احنا عندنا والله يا ابو فهد ال 50 جنيه دي لو اديتها الحلاق هيعملها مركب، هو قاعد يرمي لك في الميه في الحوض. انتوا عندكم الحلقه بكام يعني ايه؟ الحلقه احنا عندنا الحلقه الاخيره، تبقى الحلقه الاخيره بتبقى تدفع 900 جنيه 800 جنيه 700 جنيه. عشان هناك غير يعني الصعيد هنا حنين الحاجات شويه. هنا روقان، هنا بيعملوا لك بقى شعر. يعني انتوا كيس النبق بكام؟ عارف النبق انت؟ النبق الصغير ده. نبق ايه خبر يعني ولا ايه؟ لا النبق اللي هو ده اسمه عندنا نبق. النبق ده يا باشا عندنا انت وماشي على الطرق لا مؤاخذه هني تعبي في الشوال انت وماشي. لا احنا ما عندناش نبق اصلا، هنا ما فيش. والقصب برضه عندكم قصب؟ القصب عندنا، بس القصب عندنا بيتحط في مكنه بتعمل كده، انما ما بتمص مص مين ده؟ احنا عندنا انت ممكن تخش لك زرع واحد جيرانك تمص لك قراط لحالك. والله بس يعني ما ده شاء الله خطر. خير كتير يعني، ربنا يبارك في الصعيد وناس ربنا يزيد الصعيد يا رب. وناس مصر. وانت حضرتك ساكن وين؟ انا ساكن هنا في البيت. ايه يا فريرة، ايه يا رحمه؟ انا لسه ليا تيكت. انت لا، انا ساكن في القاهره يا حبيبي، في التجمع. ايه التيكت ده كمان؟ ايه في انت التجمع. فكراني يا استاذه رحمه؟ فكراني؟ طبعا يا استاذ ابو فهد. ده هي بتعزك والله، قالت لي اخونا ابو فهد الجميل. اخوها مين؟ قالت لي اخونا ابو فهد، اخونا من معزه. ما شاء الله. انت معاكي كمان اخو اسمه ابو فهد؟ ولا ايه؟ لا ولا يهمك ولا يهمك. طب بص عشان انا لسه عامل عمليه في وداني. ابو فهد انا عايز اضيفك هنا، عايز اعمل لك اضافه. يعني اجي مصر؟ انا عايزك تيجي، عايز اضيفك يا ابو فهد. يا ابو فهد تعالى بقى خلينا نضيف. انا اللي هضيفك عشان انت شخص محترم، وربنا يديم القبول على وجهك الاول. ثانيا رحمه النقله دي كنت منتظر ان هي ترفض، اقسم بالله، بس حظي حلو ان هي جابت. عيب عليك. ابو فهد الدولي من محافظه الاقصر، شغال في مجال المعمار ومشرف. القدر جابني على التيك توك بصدفه بحته كده، وده محتواي اللي كان في الماضي. لا عسل ابو فهد والله، عسل. انا اخوك عمرو حسن، انا شاعر عاميه وبعمل حفلات في مصر. حبيبي انا كنت شاعر بس اتعشيت تماما، يعني كنت شاعر بالجول. انت رجعت للشخصيه. خلي بالك حبيبي، تشرفنا على راس الفوق. معظم الكلام اللي بيبقى داخل المقلب في بعض الاشياء بيبقى من وحي الخيال، سيناريو سريع لحظي، وفي حاجات بتبقى ثابته وقواعد ثابته. منها الدعوه لاي حد بيشاهدني او اي حد بيطلع معايا كضيف، الأقصر فاتحه ابوابها لاي حد يفكر في برنامج سياحي، برنامج ترفيهي، برنامج يعني اي حد عايز ينزل الأقصر. وعلى فكره رحمه ليها كانت دعوه بدري جدا مش عايزه تنزل، فتحياتي ليك. لا والله جايين ان شاء الله. يا ابو فهد والله نتشرف ونجي لك عن قريب، واهل الاقصر دول تحياتي. واجدع ناس. جروب، هنيجي مجموعه يا ابو فهد ان شاء الله. مجموعه جروب ان شاء الله. جروب. حبيبي يا ابو فهد، بدل البيت 4 و5. الله يخليك، قد الدنيا واهل كرم واهل ضيافه. حبيبي يا رحمه، عايز حاجه؟ احلى ناس واحلى قعده. هو هيقفل اللايف بعد اللي حصل اصلا. لا والله هسيبكم تلعبوا بعض شويه، يومكم زي العسل.